يعني ايه ماما موافقه يا ستي؟ انت مش تنزلي معايا بالشكل ده. ايوه يعني انت مش هنزل معاك بشكل عشان ماما مش موافقه؟ ما تعصبنيش ندى، ما تعصبنيش. طيب انا بتكلم منه الكلام ده. فرجيني هتنزلي ازاي؟ هنزل. لو انت جدعه فرجيني. هنزل والله. ولو سمحتي ما تتكلميش معايا تاني بقى غير لما اشوف الموضوع ده مع ابوكي، عشان اللي انت بتقوليه والهبل اللي انت بتعمليه ده مش هينفع. ايه الهبل؟ تعالى ننزل وقول اللي انت عايزه. بس انا مش نازل، انا هاخد بعضي وانزل. يعني ويا ريت بعد كده ما تتكلميش معايا تاني. يعني ايه ان شاء الله؟ هو كده. ايه اللي هو كده؟ ولما يجي ابوكي يلاقي كلام تاني معاه. ستي وانت مش شايفاني راجل جنبك ولا ايه؟ السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا انا لابسه وجاهزه، المفروض ان انا نازله انا ومصطفى نشتري حاجات، بس انا قررت كده ان انا اعمل اضافه بسيطه. يعني قررت ان انا اعمل فيه مقلب، والمقلب ده ليه سبب، والله انا مش شريره، بس هسيبكم في الاخر تحكموا. يعني انا كل شويه اتكلم مع مصطفى في الفرح، واقول له ان انا عايزه في الفرح ابقى بشعري مش هبقى بالحجاب، عشان من زمان قوي انا صغيره بصراحه نفسي ان انا في الفرح ابقى بشعري، وبحس ان شكل العرايس بيبقى شكلها حلو كده. يعني المهم ان انا كل ما ابعت له صور العرايس وكده وهم بشعرهم، واقول له انا عايزه ابقى زيهم وبتاع في الفرح، يقول لي اما يجي وقتها ربنا يسهل، ويقعد ياخدني في دوكه كده يعني ويتوقف في الكلام. ولغايه امبارح برضه انا كنت بتكلم معاه في الموضوع ده وبقول له يعني، فقال لي يا ربنا يحلها وما يجي وقتها يحلها ربنا، واحنا لسه على ترتيبات الجواز والكلام ده. فانا حاسه ان هو بيشتغلني وبيكبر دماغ الموضوع. فانا قلت اعمل ايه بقى النهارده مقلب، وقررت ان هو دلوقتي هو المفروض جاي لي في الطريق، والمفروض احنا نازلين نشتري حاجات. فانا قررت ان انا بقى افاجئه واقول له ان انا هنزل معاه النهارده من غير حجاب. يعني مش هستنى بس يوم الفرح، لا انا هقول له الكلام ده من دلوقتي عشان اشوف رد فعله هيكون ايه. طبعا انا مش عارفه ممكن يكون رد فعله ايه بصراحه، لان انا كل ما بتكلم معاه في الموضوع ده بحس ان هو هيقفش. فخلينا نشوف مع بعض بقى رد الفعل ده هيكون ايه. وهو خلاص على وصول، يعني قدامه بتاع 10 دقايق كده ويوصل. فانا دلوقتي هخش هقلع الطرحه وهستنى لما يجي، وهبدا بقى المقلب، وهصوره المقلب كده عشان نشوف الرياكشنات من غير ما ياخد باله، بس يا رب ما ياخدش باله. وشوفوا بقى الفيديو هيبقى رد فعله ايه، وخليكم معايا وتعالوا بقى نعمل المقلب، وربنا يستر ربنا يستر. دلوقتي انا خبيت الكاميرا في مكان عشان مصطفى ما ياخدش باله، والمفروض ان هو خلاص طالع على السلم. فانا دلوقتي هسيب الكاميرا عشان تصور، وهخش دلوقتي عشان اقلع الحجاب وعشان نبدا المقلب. خليكم معايا. في ايه يا بنتي؟ انت مطلعاني ليه وانا مستنيكي تحت؟ بقيت ايه؟ عايزين في موضوع ايه يعني؟ مش متفقين احنا ننزل النهارده؟ ماشي، ما احنا هننزل، اقعد بس. عايزين موضوع ايه يعني؟ طب ما تقعد، انت مستعجل ليه؟ هو قعدنا وفي ايه؟ ايه اللي حصل؟ خير؟ ما حصلش حاجه، عايزه اتكلم معاك في موضوع بصراحه. موضوع ايه؟ وانا كل ما اتكلم معاك فيه انت بصراحه بحس ان انت كده بتاخدني على قد عقلي. الموضوع ايه؟ طب في ايه يعني؟ انت مطلعاني كل ده واكيد في ايه يعني؟ انا بقول لك، انا كل ما بتكلم معاك في الموضوع ده بتاخدني على قد عقلي، فانا قلت خليك تطلع بقى عشان نتكلم فيه ونحط له حل بصراحه. طيب ماشي، ايه قولي يلا. ايه؟ هسألك سؤال بس ترد عليا بصراحه. ست انجليزي. انا بقالي كام مره بقعد ابعت لك صور عرايس وشكلهم حلو قوي وهم فاتحين الفرح وبشعرهم. وامبارح كنت لسه بتكلم معاك وبقول لك انا عايزه ابقى كده في الفرح، وانت قاعد تقول لي لما يجي وقتها ربنا يسهل، واحنا لسه بدري على الفرح وازاي الاحداث ليه ووقتها يحلها ربنا والكلام ده كله. تقعد تتوه في الموضوع. ايوه كام مره قلت لك؟ كتير. طيب ماشي، انا عايزه اتكلم معاك في الموضوع ده بصراحه. كلام ايه؟ طب عايزه تقولي ايه يعني؟ انا قررت قرار. خير ربنا يستر. انت بتتكلمي معايا في الموضوع ده من امبارح ومش مرتاحه. اصل انا كل ما اتكلم معاك في الموضوع ده بحس ان انت بتاخدني على قد عقلي، تقعد تقول لي مش وقته مش وقته مش وقته. هو ايه اللي مش وقته؟ عايزه ايه يعني؟ ما انا بقول لك اهو عايزه اتكلم معاك في الموضوع ده. ايوه ماله الموضوع ده؟ طب قولي لي. انت امبارح قلتي لي انت عايزه تبقي بشعرك في الفرح والكلام ده كله، وقلت لك ان ده مش وقته. ايوه ليه بقى كل ما اتكلم معاك في الموضوع تقول لي مش وقته مش وقته؟ ما احنا لسه دلوقتي مش هنتجوز دلوقتي. لا نتفق على كل حاجه عشان ما تجيش يعني بقى انت وقتها تفاجئني. يعني خلاص احنا اتفقنا على كل حاجه وهي الطرحه المشكله. ايوه ما احنا اتفقنا على كل حاجه، والموضوع ده كل ما بتكلم معاك فيه بتقعد تتوهني في الكلام. يعني انت عايز تتكلمي فيه دلوقتي؟ واحنا نازلين نجيب حاجه؟ طب ماشي اتكلمي قولي فيه ايه بقى. ما هو انت بقى بسبب انت بتعمله ده انا اخدت القرار. قرار ايه بقى؟ ان انا هقلع الطرحه من دلوقتي. طب ما تقلعي. طيب ما انا قلعتها، انا هنزل معاك كده اصلا، انا لبست وجاهزه. اللي هو ازاي يعني؟ كده زي ما انا قاعده بتكلم معاك كده. هتنزلي كده يعني؟ يا سلام. ماله لبسي حلو وشيك وطويل وكل حاجه، هو شعري بس اللي باين. هو من امتى يعني انت هتنزلي كده؟ ما انا بقول لك من دلوقتي. انت بتشتغليني اكيد. لا مش بشتغلك، عشان انا كل ما بتكلم معاك في الموضوع ده بتتوهه،
فانا قلت خلاص لازم اوضع حد ولازم ناخد قرار في الموضوع ده، واخدت القرار. ايوه ماشي، احنا على طول بنتكلم في الموضوع ده، بس اللي هو مجرد كلام يعني. طيب ما انا عشان كده قلت لك اطلع عشان اتكلم معاك في الموضوع ده، عشان ما تقوليش انت فاجئتيني، فانا بقول لك اهو. يعني انت هتنزلي كده بالمنظر ده كده يعني؟ ايوه، امال انا مطلعاك ليه؟ مش هنتكلم معاك في الموضوع ده، بقول لك هنزل كده اهو. ما تهزريش. ما بهزرش. لا اكيد بتهزري يعني. ما بهزرش. لا ما هو اكيد اتكلمت معاك كتير بتهزري. في الموضوع ده. من امتى يعني ان هتنزلي بشعرك؟ ما انا بقول لك من إمتى؟ دلوقتي. يعني احنا كل اللي فات كان كلام، من امتى بقى انت انت؟ كل مره بتقعد تستهتر بالكلام وتعدي الكلام، وانا بتكلم معاك في حاجه بالنسبه لي انا شايفاها مهمه، انت طب شايفها ماشي، مش مهمه، انا وانت شايفاها انت مهمه. قررتي بقى القرار ده على اساس ايه يعني؟ على اساس ان انا خلاص بقى، انا مش كل ما اجي اتكلم معاك في الموضوع ده تقول لي مش وقت مش وقت مش وقت، خلاص ده وقت. طب بقول لك ايه، انجزي بس يلا عشان الوقت، عشان طب يلا. نلحقوا الساعه بقت 8. طب يلا. فيلا خشي بقى خلصي عشان نمشي. انت ليه مش مصدق؟ وقت مش وقت انا لابسه هزار. وجاهزه وهنزل معاك كده. مش وقت هزار. انا ما بهزرش. لا اكيد بتهزري. ما بهزرش. يعني مش فاهم، انت هتنزلي كده هو معايا إيه؟ يعني من هو غير كل ما حجاب؟ اقول لك جمله تقولي مش فاهم. ايوه، مش ما عشان فاهم. انا مش مصدق بصراحه. لا صدق. هو ايه مش مصدق مش مصدق مش مصدق؟ طب انت شكلك بتصوري. والله ما بصور. فين الصور؟ لا يعني بتصوري فيديو او تعملي مقلب. فين يا عم الفيديو؟ ما اعرفش، فين بس انت ما قلتليش على حاجه زي كده قبل كده يعني، طب او أنا انت بقول ما لك دلوقتي قررتيش أهو. حاجه زي كده قبل كده؟ طب ما انا قررت وبقول لك اهو. انا ما رضيتش انزل كده اصلا، قلت اما تطلع عشان تبقى انت عارف، عشان ما تتفاجئش في الشارع بس. انا بقرر وبقول لك. يعني ده بجد يعني؟ ايوه بجد. ومامتك موافقه على الموضوع ده؟ مالكش دعوه ماما، انا بتكلم يعني ايه معاك. ماليش دعوه بمامتك؟ او ماما. طب بس انا مش موافق. ايوه طب انت دلوقتي بتتكلم على الكلام ده بجد، بس بتزعل عشان على ماما، على رأي ماما علشان دي، أنا ابقى بتكلم فاهم معاك أنت دلوقتي، الكلام ده مش بجد بتكلم ولا معاك. بهزار؟ ما قلت لك بجد يا عشان مصطفى، أبقى وانا فاهم. هزر معاك في حاجه زي كده؟ ايوه يا ستي تهزري. لا مش هزر معاك في حاجة زي عشان كده. ده مش كلام جد. لا ليه مش كلام جد؟ ليه وانا قرعه ولا ايه؟ ما انا هنزل معاك بشعري اهو. انا مش بتكلم قرع ولا بشعر، انا إيه؟ بتكلم في الموضوع ذات نفسه. انا شايفه شكلي كده احلى بصراحه. ماشي، ما انا ما اختلفتش معاك ان انت كده حاجه حلوه، بس ما ينفعش انت تنزلي قدام الناس بشعرك. ده لو الكلام ده بجد. طيب انا عايزه اعمل كده، انا حاسه ان ما انا مش- كده مش احسن وكده هينفع. احلى ونفسيتي مش هتبقى هينفع كويسة. مش هينفع اكيد. ليه مش هينفع؟ كده ما خليش حد يشوف شعرك ولا يشوفك من غير حجاب. احنا كده كده اصلا ما بننزلش كتير. هو يعني ايه ما بننزلش كتير؟ عشان ما بننزلش كتير تنزلي بقى بشعرك وافرج الناس بقى عليكي بشعرك؟ محدش قالك فرج الناس عليا، احنا كده طب ما كده هو ده اصلا معناه. ما بنتحركش كتير يعني. انا عايزه كده عشان يوم الفرح هبقى ضامنه ان انا خلاص هبقى بشعري، عشان ما تجيش بقى تقول لي ربنا يسهل وده مش وقته واما نتفق بعدين. خلاص انا هبقى من غير طيب، حجاب بعد عشان إذنك. ابقى من غير حجاب بقى بعد في فرحي وفي كل اذنك حاجه. بعد اذنك عشان ما تنرفزش، عشان بجد انت كده ايه عديتي مرحله الهزار. ومين قال لك ان انا بهزر؟ ثواني بس، عشان بعد اذنك ما تنرفزش. مامتك موافقه على الكلام ده؟ اه طب ممكن بعد اذنك تندهها لي عشان ابقى انا فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ ماشي. انت دلوقتي مالك ومال رأي مامتي؟ انا بتكلم معاك انت. ماما موافقه، انا بتكلم معاك انت. يعني ايه ماما موافقه يا ستي؟ انت مش تنزلي معايا بالشكل ده. ايوه يعني انت مش هنزل معاك شكلي عشان ماما مش ما موافقه ولا عشان تعصبنيش خاطر ايه؟ ندى، ما تعصبنيش. طيب انا بتكلم معاك، ما انت تحدد موقفك. انت ما أنا بتقولي بحدد عشان موقفي ماما في إيه ولا يعني؟ عشانك انت مالك دلوقتي؟ انا دلوقتي برأي بدخل ماما؟ امك في الموضوع انت مالك علشان برأي انا ماما؟ ما ينفعش ان انا اتكلم معاكي مباشر. مالكش دعوه بماما وبابا، مالكش دعوه بيهم. هم يعني ايه انا يعني؟ اتكلمت معاهم واجي اتكلم معاكي تقولي انا لسه في بيت امي وابويا. انا اتكلمت معاهم هم موافقين، هم ما قالوليش لا. مامتي وبابايا موافقين، انت ليه مضايقه؟ انا بقول لك انت بس عشان ابقى عملت اللي عليا. طب فرجيني ازاي هتنزلي بالكده؟ ما انا هنزل كده. ماشي فرجيني، لو انت جدعه فرجيني. ايوه هنزل كده، في ايه مالك؟ طب والله العظيم لو حصل ده بيبقى اللي بينا. ها؟ انت ما تهددنيش بس. لا انا مش مفيش حاجة قصاد لا هي كده. ايه اللي هي كده؟ او انت بتكرري بمزاجك وبتقولي اللي انت عايزاه بمزاجك. ما انا بقول لك وانا فين في الليله دي؟ طب ما وبعدين أنا بقول لك. انت عارفه موقفي من الموضوع ده. انا ما رضيتش انزل من غير ما اقول لك اهو. لا والله كتر خيرك. ايوه لا كتر خيرك أنا والله. ممكن انزل كده وانت لا واقف في والله الشارع ده؟ محترمه أيوة طبعاً. كتر خيرك اللي انت أيوة. قدرتيني ما انا قلت اقول لك. ومفيش منه الكلام ده. ايه اللي مفيش منه الكلام ده؟ فرجيني هتنزلي ازاي؟ هنزل لو انت جدعه فرجيني. هنزل والله. يلا قومي البس الكوتشي عشان ننزل. ده اخر كلام عندك يعني؟ باصص لي ليه؟ ده اخر كلام عندك؟ ايوه انا عامله حسابي ان انا نازله وعلى ميعادنا وجاهزه ولابسه وهاخد شنطتي وانزل. قومي البس كوتشيكا عشان ننزل. لا بصي بقى، انا هقوم البس كوتشيه فعلا واروح، ولو عرفتي عني حاجه تاني يبقى ليك الكلام، عشان اللي انت بتعمليه ده مش هينفعش، وانا ليا كلام تاني مع ابوكي عشان هو مش موجود دلوقتي. يعني ايه؟ لما يجي بقى ابوكي نتكلموا مع بعض. يعني ايه؟ كلام رجاله بقى.
عشان الكلام معاكي مش هينفع. يعني ايه؟ ايه اللي يعني ايه؟ زي ما انا بقول لك كده. ولو سمحتي ما تتكلميش معايا تاني بقى غير لما اشوف الموضوع ده مع ابوكي، عشان اللي انت بتقوليه والهبل اللي انت بتعمليه ده مش هينفع. ايه الهبل اللي انا بعمله؟ ايه اللي انت بتقوليه ده؟ ايه اللي بغلط ليه؟ ما انا بقول لك انا اتكلمت معاك لا ما ينفعش اللي انت بتقوليه ده. هو انت ايه يعني انا مش مالي عينك ولا عشان تنزلي جنبي بشعرك؟ ايه يعني ايه العلاقه؟ ازاي يعني؟ إيه ازاي تمشي بشعرك يعني قدام الناس والناس كلها تشوفك وتشوف كل حاجه؟ ايه المشكله يعني؟ ما في ناس كتير مش محجبه يا ستي انا ماليش دعوه انا بالناس كتير. طيب خلاص انا ليا دعوه بيك انت. طيب ماشي، ما انا بقول لك عادي في ناس كتير. طب خلاص يا ستي خلاص، انت كده كده من ساعه اصلا ما اتخطبنا وانت عايز تعملي الموضوع ده، وانا عمال اقول لك لا لا، بس انت اللي في دماغك في دماغك. بس انا قلت الموضوع ده هتهدي عنه وهترجعي عنه، بس انت اللي في دماغك يعني في انت دماغك. بتبقى كل مره وانا بتكلم معاك تقعد بقى تسوي الموضوع عشان ما تتكلمش معايا فيه. ايوه مش متوه، بس انا مش عايز اعمل مشاكل ومش عايز اعمل حوارات. لا لا يا ندى، لا يا ندى الوضع ده مش هينفع. ايه اللي مش هينفع؟ مش هينفع. انا مش كل ما اجي اتكلم معاكي في حوار تقولي لا اصل مش عارف ايه وابويا وامي موافقين. ايه الهبل اللي انت بتقوليه ده؟ هبل ايه بالظبط اللي انت بتقوليه ده؟ وانت موقف زي ده مش هينفع تعمليه ليه ان شاء الله كده. انا لولا انا بايع على العشره والعيش والملح والكلام ده كله انا عملت حاجة، كنت اعمل حاجات ما كانتش صح. ليه كنت هتعمل؟ عشان انا بس في البيت وما ينفعش ان انا ازعق ولا اتكلم بطريقه وحشه. خلاص ما قلت لك تعالى ننزل قول اللي انت عايزه. بس انا مش نازل، انا هاخد بعضي وانزل. يعني ويا ريت بعد كده ما تتكلميش معايا تاني. يعني ايه ان شاء الله؟ هو كده. ايه اللي هو كده؟ ولما يجي ابوك يلاقي كلام تاني معاه. انت هتشوحني بقى. ايوه هشوح لك يا ستي، انت بتهزري. انا انزل بشعري ايه يا ستي؟ وانت مش شايفاني راجل جنبك ولا ايه؟ هو اتكلمت معاك ايه؟ انا اقعدي بقى. ايه الرجوله يا خد هنا تعالى بكلمك. لا 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 ماشي. ايه اللي انت ماشي ده؟ انا ماشي يلا سلام عليكم. يا ابني استنى. بيسلمي لي على طنط. يا ابني استنى. ده رزع الباب. طبعا زي ما سمعتوا هبد الباب ونزل، وانا لفيت الطرحه اي حاجه كده عشان الحق اجري وراه وما لحقتهوش ومش عارفه اعمل ايه بقى. ربنا يستر. يعني بعد ما عملت فيها شجيع السيما وعملت فيها ان انا هعمل مقلب بقى وحوار شكلها اتعكس فوق دماغي وقال لي ما تكلمنيش تاني وسابني ونزل. مش عارفه اعمل ايه. هحاول بقى ان انا اوصل له او اصالحه، مش عارفه. ربنا يستر. هننزل الفيديو عشان تقولي رايكم في المقلب لغايه لما اشوف هصالحه ازاي بقى وهكلم معاه ازاي. واستنوني في الفيديو الجاي لما اشوف هعمل معاه ايه. وما تنسوش بقى تعملوا لنا لايك وسبسكرايب وتابعونا ونشوفكم على خير في الفيديو الجاي وادعوا لي. باي باي.